السلام عليكم. ها الجزء الثاني والأخير من قصة هروب حارث الناصري. بهذا الفيديو راح نكشف لكم شخصيات جديدة يدخلون للقصة، منهم ويا حارث ومنهم ضده، ونكشف أيضا شلون حارث انتقم منهم ومنو ساعدوا بنشر فضائحهم. خليكم ويا الفيديو ومشاهدة ممتعة. اسمعني عدل، إذا كنت تفكر إنه هاي السالفة كلها بين رجال بس فأنت غلطان، لأن يوم من الأيام دخلت وحدة على الخط، شالت اللعبة من إيد الجميع وقلبتها راسا على عقب. اسمها نورة السامرائي. مخابرات؟ لا. قاتلة مأجورة؟ لا. صحفية؟ هم لا. هاي البنية هاكر، عبقرية بالبرمجة، بس هم عندها دم حار وراس قوي مثل الحجر. منو نورة؟ نورة كانت تشتغل بعقد مؤقت مع شركة اتصالات، وهي اللي اخترقت أول مرة النظام الإلكتروني للسجون سنة 2022. بس ما حد يدري أنها كانت على اتصال سري ويا شخص يسميه نفسه الرمز 71. والرمز 71 ما هو إلا حارث الناصري بنفسه. هو اختارها، دربها، وخلاها تكون عيونه على السوشيال ميديا، الكاميرات، الداتا الحكومية. كانت مثل الستار الرقمي إله. بس بعد فترة نورة بدأت تكتشف أنه اللعبة أعمق. الملف الأسود اللي يدور عليه حارث بيه اسم والدها، اللواء صباح السمرائي، اللي مات بحادث غامض سنة 2017، وقيدوا على أنه تعب مفاجئ. بس الحقيقة هو كان ناوي يفضح نفس العصابة اللي حارث يطاردها. يعني نورة دخلت الموضوع بدمها مو بس بمهاراتها. أول حركة سوتها نورة اخترقت نظام اتصالات التابع لعدنان التميمي، وسربت تسجيل صوتي يثبت تورطه باغتيالات قديمة. ثاني خطوة أرسلت رسالة مشفرة لهشام بيها إحداثيات المخزن أسلحة مخفي مرتبط بعصابة التميمي موجود بجرف الصخر. بس الغريب عدنان حس بيها وخلى رجاله يلاحقونها. بيوم نورة كانت تشتغل بكوفي بكربلاء متنكرة، لابسة حجاب ونظارات سوداء. فجأة دخلوا 2 من رجال عدنان قاعدين يتلفتون، ووياهم صورة طابعتها طابعة رخيصة بها وجه نورة. بس قبل لا يوصلوا لها كانت هي مخلية جهاز لابتوب مفخخ. أول ما يلمسون الطاولة تنفجر سحاب الدخان، وأسلاك شغلت إنذار بالحاسوب الحكومي وسجلت وجوههم مباشرة. نورة هربت ووصلت رسالة لحارث. بعدهم يعتقدوني رقم، بس ما يدرون أنه الأرقام من رسمتي. آخر مرة شفت بيها صورة نورة كانت على كاميرا مراقبة بتركيا، لابسة جاكيت جلد، حاملة فلاشة، وطالعة من سفارة. يقولون هي هسه تملك نسخة من الملف الأسود، ويقولون هي وحارث راح يشتغلون سوا، مو بس حتى يفضحون عدنان، لا، حتى ينزلون النظام كله. بس تبقى هاي أسوالف، لأن بالحقيقة الظل ما ينعرف إلا من الضوء، وهاي البنية صارت ظلهم بس بنكهة نار. الدنيا بقت تمطر قبل ساعتين من الموعد، الهوا بارد والسما مخنوقة جيم. كأنها حاسة إنه اللي راح يصير مو عركة، راح يصير نهاية عالم لشخص وبداية أسطورة لشخص تاني. المكان محطة قطارات مهجورة اسمها محطة الرصيف 13 بين بغداد والفلوجة. ما بيها لا كاميرات ولا ناس ولا حتى كلاب، بس بيها جدران مكسرة وشهود من الطابوك الساكت. حارث وصل أول، لابس سترة جلد سوداء ويا حقيبة سوداء بيها الفلاشة، وبإيده مسدس قديم بس معروف، هو سلاح مدير البنك اللي مات قبل 10 سنين. بعد نص ساعة إجا عدنان التميمي وحوله 4 من رجاله، عيونه حمرة من القهر، ووجهه منفخم من الفساد والسنين، ويا نورة مربوطة بواير، فمها مكمم بس عينها تقطع الحجر من قوة النقرة. عدنان قال هسه خلصها يا ظل الدير، أنت مفكر نفسك بطل؟ أنت حفنة تراب وأنا دولتك كلها، انتهي وفكنا من سوالفك. حارث يبتسم ويقول له بهدوء الظل ما يموت،
واللي يعيش على دم الناس لازم ينهدم على راسه. يباوع على الرجالة ويقول كل شي انتهى، الملف عندي ونورة وياي، والساعة 12 الفايلات راح تنتشر بكل موقع خبري بالعراق والعالم. فجأة تسمع صفارة قصيرة تشتغل بطرف الجدار. رجال عدنان يلتفتون. حارث يقول الزر انضغط وهاي نهايتكم. انفجار صغير يهز الجهة الثانية، بس هو تمويه. حارث يسحب السلاح بسرعة، يضرب أول 2، ونورة بحركة مفاجئة تفك الواير من رجلها، كانت مخبية شفرة صغيرة بكعب حذائها، وتقفز صوب الثالث. عدنان يطلق نار يصيب حارث بالكتف، بس حارث يقطع المسافة ويرميه على الأرض. نورة ترفع المسدس وتقله هاي على موت أبويا وتاريخ كل أم شهيد دفنت ابنها بسببك، وتطلق النار. طلقة واحدة بصدر عدنان وسكوت عميق. نورة تفك لابتوبها، تدخل الكود والملف ينزل مباشرة لمواقع الإعلام. أسماء، أرقام حسابات، فضائح، كل شي ينكشف. حارث مبتسم ينزف ويباوع النورة انتي كملتي اللي بلشته، أنا هسه أقدر أختفي. نورة راح تعيش لأن الظل ما ينكسر، الظل يورث. بعد سنة الناس تنزل بالشارع، فساد يتكشف، أسماء تهرب، والشارع يغلي. بس بكوفي صغير ببيروت يظهر رجل بشعر رمادي يكتب بمذكرة، وقدامه بنت لابسة أسود تحمل حاسبة. النادل يسألهم لاسمهم، يقول انطيناه للظل وخذينا شمس. انتهت حكاية حارث الناصري. انتصر، بس ترك جزء من روحه وراه. نال الحرية، بس التعب محفور بعينه. إذا عجبتكم قصته اشتركوا بقناة أصوات من العراق، وخليكم ويانا للقصص الجاية. دمتم في رعاية الله وحفظه.